يا صباح الفل، صباح التفاؤل والأمل والمحبة والرزق والخير كله إن شاء الله. نسمي بسم الله، وأول حاجة تعمليها تحطي لايك لأختك، ماشي؟ إيه، وتشتركي لي في القناة لو انتي لسه مش مشتركة. ده رجاء محبة بس مش أكتر، مش أمر ولا حاجة لا سمح الله. نبدأ الفيديو. أنا كنت مصورة الفيديو من أول بس الحمد لله طار. انا وبجمع في الفيديو اتمسح، معلش. اول حاجه انا كنت حاطه معلقتين زيت ونزلت بيهم بالفراخ. عامله عندي مكعبات فراخ، بس مش عاملاها مكعبات، عاملاها شرايط كده زي الصوابع، زي النجريسكو، ماشي. عاملاها كده ايه مطوله طول، عشان المكعبات العيال ما كانوش بيعرفوا يعملوا مسكوها بالشوكه. فانا عاملاها ايه مطوله طول. حطيت عليها بصلايه وكم جرن فلفل كانوا عندي في التلاجة، يعني كلها بواقي التلاجة. وشوحتهم، وبعد ما شوحتهم ايه وريحتهم طلعت، حطيت التوابل بتاعتهم، ملح وسبع بهارات وسنة كاري عشان اللون بتاعها. ونحط مية نعمل فيها ايه، نزل فيها مكرونة. نحط مية وملح وسن الزيت، مع ان سنة الزيت في سلق المكرونة ملهاش عايزة، انت ممكن تحطيها بعد سلق المكرونة. بس احنا اعتدنا على كده وتعودنا على كده، زي ما شفنا ابونا امنا بتعمل يعني، بنعمل زيها. هي انت لو عايزه المكرونه تبقى مفلفله وحلوه وما تلزقش في بعضيها، حطيها بعد ما تتسلق وتبرديها، حطي ندعه زيت، انا بعملها كده. وعندي الكسرولة، واجيب معلقتين سمنه بلدي حلوين، ده ولا غير الولاعه الحزينه دي عشان بتزهقني كده. اول حاجه عملت الفراخ، شوحتها ونسلق المكرونه ونعمل ايه، نعمل بشاميل جنبيها. عندي معلقتين سمنة بلدي، ايوه. وجبت ب5 جنيه دقيق. عنديش دقيق، شفت يا اولاد بقى، ما كان بيبقى عندي برميلين مليان دقيق، ما عنديش دقيق بقى. وصل بيا الحل ان انا ادب ب5 جنيه دقيق، بس عشان انا مستنيه امي تطحلي دقيق غلة وتبعتولي من البلد، فانا إيه اشتريت تصبيرة. صدر الفرخة ده نص كيلو. إيه، كانت عندي فرخة وقطعتها، ما رضيتش اعملها بانيه. نص كيلو. فانا شوحتها نص كيلو فراخ او صدر فرخه زي ما يطلع عندي، مع بصلايه مع جرنين فلفل، وتشوحيهم. وجبت الا ربع مكرونه ب16، وجبت ب5 دقيق 21. تمام. وجبت كيس لبن بخيره ب16، 16 و21 ب35. انا بليده في الحساب بس احسبوها انتوا. يعني صينيه مكرونه معتبره، ما كلفتنيش حاجه، عملتها كلها من بواقي البيت. انا عيالي ما يحبوش صدر الفرخه، لو عملته في صينيه بطاطس او سلقتها وحمرتها او زي ما اي اللي تعمليه ما بياكلوهاش. كان جوزي بس هو اللي بياكلها، بس ان هو مش موجود فما بياكلوهاش، فانا بعملها لهم بشاميل. ايه، يا اما بانيه يا اما شيش يا اما على البيتزا يا اما بشاميل. يعني بحاول اشكله. طبعا في الظروف اللي احنا فيها، لو انتوا فردين زي حالاتنا، احنا 3 افراد بس، يعتبر البيتين صغيرين فرد. بنعمل نص الفرخ، ما بنعملش الفرخة كاملة. يعني تعملي مثلا الوراك في يوم، والصدر مثلا الفرخة تشكليها تعمليها في يوم تاني. التدابير رحمة يا ولاد في الأيام الظروف الصعبة دي، والرجالة بتاكل في الصخر عشان تجيب الجنيه. تدابير رحمة، فانت خليكي حكيمة. واعملي مشي بيتك كده بما يرضي الله. إيه شوح كده، أهم حاجة أنا مش عايزة الدقيق يحمر. يدوب التحميرة بس تبقى بسيطة. بالمناسبة كده احنا الفراخ اللي احنا مشوحينها دي انا مربيها في البيت. عندي كنت جايبة 10 كتاكيت، ماتوا منهم 2. اتفضلوا ال8 كنت مربياهم في البلكونة. بس الصراحة البلكونة طلعت تحفة يا ولاد في بيت الفراخ، يعني ان هو ماسك الهوا. انا كنت بربيه كده في زنجور كده في أوضة، كان بيفطس مني وبيموت. اما جيت ربيت في البلكونة اول مرة اربي فيها، بصراحة كان طالع تحفة. يعني انا ربيت في الجو الحلو اللي هو اخر 9 و10، كمل 40 يوم وذبحتهم. وعندي ديب الفريزر، بفرز فيه الكيس على كد منت
طبخه بحط الكيس، يعني ما اطلعش الفرخه افككها واقسمها وبعد كده ارجع تاني في الفريزر، لا. انا عارفه نفسي ان انا هطبخ نص فرخه، هطلع الكيس اللي هو فيه نص الفرخه. عندي ضيوف وعارفه نفسي ان انا عندي ضيوف واطبخ فرخه، هطلع الكيسين. فمرتباها على كده يعني. بس الصراحة رباية الفراخ البيت تختلف تماما عن بره نهائي. يعني الفرخة لو 4 كيلو يبقى 4 كيلو، لو 2 كيلو يبقى 2 كيلو. احنا بره بنجيبوها من لما تيجي تبقى جايباها 2 كيلو ونص او 3 كيلو، الا بتطبخيها بتحطيها في المية من لما تتسلق، تملى طبق اللي هو الطبق الغرف بتاع الطبيخ يا دوب. لا دي 2 كيلو 2 كيلو. 2 كيلو 2 كيلو، يعني اللحمة بتاعتها لا فيها مية ولا لونها أبيض، لحمتها حمرا، ولحمة حلوة خالص. بصراحة عكس الهرمون اللي تجيبيه من بره. لو انت ما اكلتيش فراخ بيتي قبل كده يبقى انت فاتك كتير. الفرخة بتبقى ببركتها كده، وان انت بتبقى مربيها على العلف. انا مربياهم من غير نقطة دواء، لا هرمون ولا ملح ولا الكلام الفاضي ده كله. انا مربياهم على الميه الصافيه، بندعي تخلي عشان السموم بتاعت العلف، وعلف صافي كده. 40 يوم كان الديك عندي واصل 4 كيلو وربع، والبلينه اللي هي النتاية كانت واصله 2 ونص 2 700. عشان طبيعي يعني الديك بيبقى اكبر من واحيانا والله النتاية بتبقى اكبر من الديك يعني. بس يعني بكلمكم فرض مثلا انا عندي، والاوزان ما بتبقاش واحد، بتبقى اوزان مختلفة، بس بيبقوا في التقريب تبع بعض. يعني بتبدأ من 4 3 الا 2 بيبقى التقريبي، لان في فراخ بتبقى ممكن وسط ال10 بيدولك 2 كده فرز تاني، ممكن يا دوب يطلعوا 2 كيلو. لان الشركات دلوقتي عشان الكتاكيت وصلت 41 جنيه، بيحطوا فرز تاني على فرز اول، بيخلطوا في بعضيه. وانت طبعا ما بتعرفيش غير ما بيكبر، ما بيكبر تعرفي ان هو اذا كان فرز اول او فرز تاني. الفرز الاول بيعدي معاك ال4 كيلو، الفرز التاني يا دوب 2 ونص. تمام. في واحدة جابتهم من الشارع، الواحد ب2 جنيه، فضلت تأكل فيهم، بتقول لي قعدت أكل فيهم 3 شهور. فقلت لها أنت بتستهبلي صح؟ أنت بتتكلمي بجد يعني 3 شهور؟ قالت لي أيوه. قلت لها وبعدين؟ قالت لي بيجوا زي فردة الحمام. قلت لها بيجوا إيه؟ فردة قعدت أضحك. قلت لها لا، في عيادة بيطرية تجيبي منها، يدوك العلف بتاعها ويدوك الكتاكيت على 40 يوم، يبقى يديك معاكي تبقى الفرخه معاكي عدت 2 ونص و3 كيلو. قالت لي بتتكلمي جد؟ قلت لها أيوة. قالت لي طب يا ما تروحي تجيبي قولي لي هجيب معاكي. قلت لها حاضر من عيني، اما اروح اجيب هقول لك واخدك معايا ونجيب مع بعض. بس فانت ما بيبقى عندك نصيحه ما تبخليش عليها لحد. يعني الظروف صعبة والناس دلوقتي بتحاول توفر، بالذات ان في كيلو الفراخ عدى. فانت لما بتجيبي يعني حاجة سهلة، ان بتجيبي مثلا، انت بتودي عليك المدرسة الصبح بتفك ال100 جنيه، ممكن تراجع تجيبي كيلو علف. قد الدنيا، اعتبرها من ضمن مصروف البيت. يعني ال10 كتاكيت يصرفوا لهم، خليكي في 5 بس، يصرفوا لهم 400 500 جنيه الخمسة. الفرخة تعدى 3 كيلو، يعني الفرخة تبقى واقعة عليكي ب100 جنيه. هاتي لهم كيلو علف، كيلو كل يوم كيلو علف، هيبقى يعني ما تحسيش بيها راحة منك مصاريف، مش هتحسي بيها. لكن انت لو معاكي 500 جنيه وعايزه تجيبي بيها فراخ، ما هتستحرمي ان انت تجيبي بال 500 جنيه مره واحده فراخ. هتقولي هجيب فرخه تأدي الغرض وخلاص، وهتجيبي بقى اغراض البيت من ال 500 وكده، ال 500 ضاعت. لكن انت لما بتدفع كل يوم كيلو علف 23 جنيه في الفراخ، سهله جدا، وبتبقى يعني راحت عليك المصاريف. ولو ما عندكيش مكان، انت ممكن تربين في كرتونه. يعني مش شرط ان انت يبقى عندك بلكونه او عندك مكان في الشقه. ال5 انت ممكن تربين في كرتونه، يعني مش حوار. بس فهي اللي ناويه تعمل حاجه هتعملها. ما تقنعنيش ان الستات هتغلب، انت ما هتغلبيش. يعني انت لو عايزه تجيبيهم وهتعمليهم، هتجيبيهم وهتربيهم. وبالذات اول تربيه دي هتطلع معاكي حلوه. اوعي تقولي ان انا ما اعرفش ومش عارفه ايه. انت المكان اللي بتجيبي منه الكتاكيت بيتابع معاكي خطوه بخطوه. ما يعني لو تعبانين هيديك علاج، لو العلف بتاعهم مثلا تغيير العلف هيقولك تغير امتى، هيمشي معاكي خطوه بخطوه. واي حد عايز مني اي حاجه يسالني وانا هرد عليه على طول. انا خبره في الفراخ البيضه دي بالذات، لان دي كانت مشروعي. وكنت فاتحه مشروع، كنت بربي بال150 كتكوت، وكانت فيها احلى فلوس. بالامانه بالامانه لبسني ذهب، كلام حقيقي انا مش بكذب. الفراخ البيضه لبستني ذهب.
بس دلوقتي الوضع اتغير. انا كان ال 150 كتكوت يكلفوني كام؟ يكلفوني 6000 جنيه. دلوقتي انت عشان تربي ال 150 كتكوت داخلين في 22000 جنيه. عارفين يعني ايه المبلغ 22000 جنيه؟ انا حسبتها، اوعى تفكروا ان انا ما حسبتهاش. وطلع منها نافق، طلع منها السعر السوق طالع نازل. انا كنت ببيع كيلو الفراخ ما كانش عدى ال 30 جنيه، بالامانه. ده الكلام ده في 2021، ما كانش عدى ال 30 جنيه. تخيلوا عدى الوقت اني انا اروح ادفع في دوره حتى لو 50 كتكوت معديه ال 8000 جنيه و 6000 جنيه. هدفع في كتكوت 40 جنيه اللي انا كنت بجيبه ب 3 جنيه. هدفع في كيلو العلف 23 ونص اللي انا كنت بجيبه ب5 وب6. ما اقدرش طبعا، الميزانيه هتخرب مني، ومبالغ محتاجه مبالغ. لكن الاول كانت بتروح مني مصاريف بيت وما كناش بنحس بيها، وكنا بنبيع، وكن ده بياخد وده بياخد. يعني كانت الست بتاخد مني بال10 فرخات، دلوقتي اجدعها واحده تاخدهم اتنين. يعني الفرختين بتمن 10 فرخات زمان. يعني حتى الزباين الطلب بتاعها قل، وده طبيعي اللي انت لازم تعيشي على كدك. فعشان كده انت لو بامكانك ان انت تعملي، ما تستخسريش صحتك ولا تقولي لا متعب ومش عارفه ايه واتعب نفسي ليه. تتعب نفسك عشان توفري لجوزك وتاكلي حاجه نظيفه انت وعيالك. بس كده، والفيديو بتاعنا يكون خلص. ما تنسوناش بلايك بالله عليكم، واشتراك في القناه عشان القناه تكبر. واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه. يا لهوي دي متغرقة كلها. انا هاتي الحتة دي بتاعتي انا كنت عمري عايش. لا عمري الرعب والخوف. خلاصي وراكي انت السبب. حلو. صراحة جدا بجد. كمان اسأل هالسؤال. ايوه تتعامل هو بيسأل حاله هالسؤال وبيبكي. انت فاكرة حالك عم تقهريني بهيدا الحكي؟ عم بتوجعيني؟